أهلا بحضراتكم. حد فينا يصدق إن الولايات المتحدة الأمريكية بجلالة عظمتها وبقوتها وإنها الدولة العظمى المهيمنة على العالم إن رؤسائها يتعرضوا لاغتيالات ومحاولات اغتيالات؟ الحقيقة ده حصل بالفعل، والتاريخ خير بين وخير شاهد على كل الكلام ده. على مدى تاريخ الولايات المتحدة تعرض 4 رؤساء أمريكيين للاغتيال خلال أقل من 100 سنة، وبداية من إبراهام لينكولن عام 1865. الموضوع ما توقفش عند ال4 رؤساء دول الحقيقة، لكن كانت في محاولات كتيرة جدا لاغتيال رئيسين آخرين، ولا تزال محاولات الاغتيال والاستهداف رؤساء أمريكا موجودة، لكن في بعضها لم ينفذ حتى اللحظة دي. الحقيقة بحسب الأرشيف الوطني الأمريكي كانت في محاولات اغتيال لواحد من بين كل 5 رؤساء أمريكيين، وقتل واحد من كل 9 رؤساء. في سنة 1865 كانت في محاولات اغتيال لواحد من كل 4 رؤساء، وعمليات استهداف ناجحة جدا لواحد من كل 5. وخلال العقود ال3 الأخيرة تم شن 3 هجمات. وطبقا طبعا لشبكة الBBC الأمريكية، لم يكن لدى الرؤساء الأمريكيين حماية كافية لتأمينهم أمنيا. وطبعا ده كان خلال السنوات الأولى من عمر الولايات المتحدة، لدرجة أن بعض الناس اعتقدوا أن الجمهورية الديمقراطية القوية كانت معرضة أو عرضة للعنف السياسي. الحقيقة كان البيت الأبيض ما عندوش حماية كافية أو كان مفتوح نسبيا، فكانت في بيقف رجل شرطة وسكرتير بين الرئيس وشارع بنسلفانيا، وكان لما بيحصل محاولات اغتيال كانت الحماية الأمنية بتزيد للرئيس ولعيلته وللرؤساء السابقين والمرشحين للرئاسة. عن الحقيقة بعد الفاصل هنكلمكم عن أهم قائمة الاغتيالات التاريخية لرؤساء أمريكا عبر التاريخ اللي تم اغتيالهم بالفعل، ومحاولات الاغتيال لبعض رؤساء أمريكا اللي لم تنفذ. بعد الفاصل انتظروني. الاغتيالات الناجحة جدا اللي فعلا صوبت الهدف لبعض رؤساء أمريكا، كان أولهم إبراهام لينكولن. عام 1865 الأمر لم يكن قد مر سوى 5 أيام على انتهاء الحرب الأهلية، وكان الرئيس الأمريكي إبراهام لينكولن وزوجته كانوا بيحضروا عرض مسائي المسرحية بعنوان ابن عمنا الأمريكي. ده كان بمسرح فورد في العاصمة واشنطن، لما أطلق عليه جون ويلكس بوس النار وأصيب بجروح مميتة. توفى لينكولن وهرب بوس اللي هو ممثل متدرب أمريكي متعاطف مع الكونفدرالية. في 26 إبريل من نفس العام أطلقت قوات الجيش الأمريكي النار عليه وقتلته بعد رفضه الاستسلام. تاني رئيس أمريكي تم اغتياله هو جيمس كارفيلد. جيمس كارفيلد هو بتشير الاحتمالات إلى أن الرئيس جيمس كارفيلد كان قريب جدا من النجاة من محاولة اغتياله اللي استهدفته سنة 2 يوليو عام 1881. بسبب عدم وجود المضادات الحيوية والافتقار لممارسات النظافة الصحية الحديثة، فحص الأطباء الإصابة في الجزء السفلي الخلفي من ظهره كذا مرة، ولم يتم العثور على الرصاصتين اللي كان مصاب بيهم.
ظل جيمس الحقيقة على قيد الحياة لأكثر من شهرين بعد إصابته برصاصتين وتوفى. أما قاتل جيمس كان هو تشارلز غيتو، كان ممثل وكان الحقيقة مختل عقليا جدا، وطارد جيمس لأسابيع كتير في محاولة منه لتأمين وظيفة فيدرالية. في 2 يوليو عام 1881 أطلق الرصاص على الرئيس جيمس وعلى رصيف محطة القطار في واشنطن، وكان وقتها جيمس كان بيصعد إلى القطار. ثالث رئيس أمريكي تم اغتياله هو ويليام ماكينلي. كان ويليام بيحيي الزوار بقاعدة معبد الموسيقى بمعرض أمريكا الشامل بمدينة بوفالو في نيويورك. في 6 سبتمبر عام 1901 خرج كليون تشوكوز من بين الحشود وصوب السلاح وأطلق النار على ماكينلي مرتين، لكن لم يقتل، وفضل عايش 8 أيام ليموت على أثر إصابته بغرغرينة من أثر جرح الرصاص. جون اف كينيدي هو رابع رئيس أمريكي تم اغتياله. اغتيل الرئيس جون كينيدي في 22 نوفمبر عام 1963. كان بيقود سيارته أمام حشد من الناس اللي اصطفوا بالشارع وسط دالاس خلال موكب له من المطار، وأصيب كينيدي الحقيقة برصاصة في العنق وأخرى في مؤخرة راسه، وأسفرت عن مقتله فورا. كان بيجلس بجوار زوجته جاكي، وأصيب حاكم تكساس جون كوناني اللي كان بيسافر بصحبة زوجته بيلي في نفس السيارة المكشوفة برصاصة أخرى. وكان قريب جدا القاتل بقى المتهم لي هارفي الحقيقة نفذ الهجوم ده من الطابق السادس المبني قريب، كان بيطل على مسار الموكب. كان اغتيال كينيدي الأول هو في عصر الاتصالات الحديثة، ولكن هيمنت أخبار إطلاق النار عليه على التلفزيون والراديو من أسابيع كتيرة بعد الحادث. الحقيقة دول كانوا 4 رؤساء من أمريكا اللي تم اغتيالهم بالفعل إثر عمليات قائمة اغتيالات في تاريخية عبر التاريخ. أما عن محاولات اغتيال بعض رؤساء أمريكا اللي كان فعلا في محاولات لاغتيالهم لكن لم يتم اغتيالهم، كانت في مخططات لاغتيال الرئيس منذ بداية وجود الولايات المتحدة كجمهورية، ولكن ما فيش سجل لمحاولة اغتيال واحد زي جورج واشنطن لما كان رئيس، لكن أحبطت محاولة اغتيال في عام 1776. أول محاولة مسجلة لاغتيال رئيس وقعت عام 1835 لما حاول ريتشارد لورانس الإنجليزي إطلاق النار على أندرو جاكسون، لكن سلاحه لم يصب جاكسون. كمان نجا سيودور روزفلت اللي أصبح رئيس بعد اغتيال ماكينلي من محاولة استهداف سنة 1912. كان الحقيقة روزفلت غادر المنصب لكنه كان بيحاول الحصول على فترة رئاسة ثالثة كمستقل. كان بيتحدث بأحد الفنادق في ويسكونسن عندما أطلق البافاري جون النار على صدره من مسافة قريبة جدا، لكن الرصاصة الحقيقة أصابت العلبة الخاصة بنضارة الرئيس وكانت موجودة في جيبه مع ظرف كبير جدا اللي هو ظرف الخطاب، وده كمان حماه جدا ان الرصاصة ما تجيش عليه. حاول كمان جوزبي قتل الرئيس فرانكلين روزفلت في عام 1923 وهو بينهي خطابه في حديقة في ميامي. وتعرض أيضا هاري ترومان لمحاولة استهداف عام 1950
كان اقتحم القاتلات أوسكار كلازو وجريسليولو. الاتنين كانوا نشطاء. اتنين القاتلين دول الحقيقة كانوا نشطاء بشكل كبير جدا، وحاولوا ان هم يستهدفوا هاري ترومان. الحقيقة من النشطاء دول اللي كانوا من بورتريكو، والمنزل اللي كان بيقيم فيه ترومان كان في أثناء إجراء تجديدات بالبيت الأبيض، لكن الرئيس وقتها كان تحت حراسة مشددة، وقتل جريسليو ولم يصب ترومان بأي أذى. وأدين كلازو وحكم عليه بالإعدام، لكن ترومان الحقيقة خفف عقوبته. في كمان كانت حاولت لينت فروم قتل جيرالد فورد في عام 1975 في كاليفورنيا، وكان ده احتجاج على التلوث البيئي، لكن سلاحها الحقيقة فشل في انه يطلق النار على جيرالد رغم انها كانت على مسافة قريبة، لكن لم يصب اي حد. رصاصها الحقيقة طلع في شنك، وحكم عليها بالسجن مدى الحياة، وخرجت بعد 34 سنة 2009. الحقيقة أطلق جون هانكلي النار على الرئيس رونالد ريجان خارج فندق هيلتون في واشنطن عام 1981. أراد هانكلي إثارة إعجاب الممثلة جودي فوستر، وأصيب ريجان في الصدر وعانى من ثقب في الرئة، لكن نجا من الموت. الحقيقة محاولات الاغتيالات لرؤساء أمريكا في العصر الحديث كانت مسجلة. معظم الاغتيالات كانت مسجلة، من بينهم مثلا محاولة اغتيال رئيس جورج دبليو بوش وأوباما ودونالد ترامب. لكن بعد اغتيال ويليام ماكنلي وجه الكونجرس الأمريكي الخدمة السرية. الخدمة السرية دي علشان بتولى مهمة تأمين الرئيس بدوام كامل، وهو الدور الحقيقة اللي مازالت بتلعبه الوكالة الفيدرالية حتى اللحظة دي في تأمين رؤساء أمريكا ورؤساء السابقين والمرشحين للرئاسة. الخدمة السرية دي لها تفاصيل كتيرة جدا الحقيقة، ومحتاجة حلقات كتير علشان نتكلم عنها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بشكركم واشوفكم في حلقة جديدة.